السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. والنهاردة هنعمل مع بعض الزبادي بالفراولة بناء على طلبكم. بعد ما عملنا الزبادي العادي طلبتوا الزبادي بالفراولة بطريقة سهلة جدا وإضافة حلوة قوي، هتديله طعم حلو وغني جدا جدا. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. معايا علبة من الزبادي اللي هي 80 جرام، وكيلو لبن مغلي ومتبرد، وبعد كده شلت الوش بتاعه وبعدين بتدفيه تاني على النار. يعني انا بغليه واسيبه طول الليل، وتاني يوم اشيل الوش بتاعه علشان تشيل الدسم، وبعد كده بتدفيه على النار زي رضعة البيبي كده، وتنزلي بالعلبة ال 80 جرام اللي هي عبارة عن معلقتين اكل كبار. تمام. وهضرب اللبن، جزء من اللبن مع الزبادي في الخلاط كويس عشان يختلط، وبعد كده هرجعه تاني لباقي اللبن واقلب كويس جدا عشان يتداخل كله في بعضه، ونوزع الخميرة كده مع اللبن كله. هتجهزي الكوبايات بتاعتك وتكون مقاس واحد، يعني ايه، على بحيث يسهل عليكي ان انت تغطيها، عشان لو ما عندكيش غطيان لكل كوبايه تقدري تحطي عليها صينيه مثلا او حاجه كده تكفيها عليها، بحيث تكتمي ما يجيش عليها بخار وما تعملش وش كده ميه على الوش. هنسيبها بقى في الفرن 4 ساعات. احنا مش هنستخدم مكنه ولا اي حاجه. دي كده الزبادي العاديه. طيب انا هعمل زبادي بالفراوله. انا هنا قسمت اللبن جزئين، فاخدت جزء حطيت عليه معلقتين من الايس كريم، بودرة الايس كريم الفراولة. استخدم بقى اي نوع، بقى اي ماركة، دريم، اي ماركة انت بتحبيها. خدت معلقتين ايس كريم مع اللبن بالزبادي اللي احنا عاملينه اللي هو الخميرة. يعني بعد ما دوبت الخميرة قسمت اللبن نصين عشان اعمل نصه فراولة ونصه عادي. لو انت هتعملي كله بالفراولة يبقى كيلو اللبن هياخد 4 معالق ايس كريم او 3 معالق كبار مليانين قوي. كده هيبقى جاهز معاكي اللبن بتاعك الزبادي بالايس كريم. تقدري تضيفي معلقة سكر لو حابة، وممكن ما تضيفيش، بصراحة هو طعمه حلو جدا من غير السكر. عامله بقى الكوبايات بتاعتي برضو، تقدري تحطي في طاجن فخار، تحطي في برام كبير كده وتعمليها زبدية واحدة وتاخدي بالمعلقة مثلا في الطباق وكده، براحتك خالص. بكون غالية مية واسيبها تهدى، وبعد كده بنزل بيها في الصينية بتاعتي، احطها تغطي نص الكوبايات، واغطي الكوبايات بتاعتي بالغطيان بتاعتها او بصينية زي ما اتفقنا، وهسيبها في الفرن 4 ساعات. تمام. بعد 4 ساعات بالظبط تشيليها، ما تزوديش عن ال4 ساعات، لان كل ما بتزودي كل ما التخمير بيزيد، ممكن تمرر معاكي. خلاص كده زودنا، قضينا ال4 ساعات، بطلعها احطها في التلاجة بقى. بصوا بتدخل التلاجة. بعد كده بقى تسيبيها للسحور مثلا، او كمان 6 ساعات ولا حاجة، هتبقى ما شاء الله متماسكة وجميلة، مفيهاش نقطة مية. قوامها حلو جدا جدا، جربوها بالطريقة دي هتنجح معاكم. بصوا ما شاء الله قوامها حلو قوي قوي، وطعمها اللي بالفراولة دي يجنن. وطبعا عملت معاكم زبادي الابيض العادي تاني قبل كده بالمكنة ومن غير المكنة، كده في الصينية اهو بحمام مائي من غير اي حاجة، ولا نشتري صناعة زبادي ولا اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني متنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. رمضان كريم عليكم. سلام عليكم. رمضان مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان.